اشتغلنا في السوق واشتغلنا بالليل وبالنهار أكتر من 20 ساعة في اليوم، شغالين عشان الناس الطيبين وشغالين عشان نخفض الأسعار وعشان ننزل عروض للناس الطيبين. وبدأنا في ال23 ب 840 ووصلت 850 واشتغلنا شهور، وبعدها وصلت 860 ودارت في السوق وبعنا آلاف العربيات. منصور شوفوليه حاجزين عنده من شهرين وشويتين، وبقالنا شهرين منتظرين استلام، ولحد الآن مفيش استلام، ومفيش لا استلام فوري ولا حتى ولا كاش ولا تقسيط ولا استلام حتى بعد شهور فلوس مركونة في البنوك، ولحد الآن مفيش استلام. بنناديك وبنلغيك وبنقول لك كمان عايزين تحديثات 2025 من 2018 نفس الشكل ونفس اللون ونفس الفانوس ونفس الاكسدام، وكذلك للشبكة الأمامية كمان. وإخواتنا المصريين عملوا تعديلات وخلوا المصري ياباني، وغيروا شبكات وغيروا فوانيس واكسدامات كمان وعفشة كمان، وغيروا كابينة من جوه وعملوه بمكسايه من حبهم في الدماغ كمان. تحياتنا لاخواتنا الحضور وتحياتنا للناس الطيبين. وعندنا جميع انواع السيارات باقل الاسعار، ربع نقل ونص نقل وجنبوهات، كريستالات واكروسات، وجميع الموديلات في سوق المنصورة للسيارات بأقل سعر في مصر عشان الناس الطيبين. اللي بحب النبي يصلي عليه، واللي بحب الخير للناس يعمل شير وتابعونا باستمرار تعرفوا أقل أسعار في السوق في سوق المنصورة للسيارات ال25 وال24 وال23 وال22 فواتير موجودين لحد الآن. والعجل بتاع منصور أكتر من البني آدمين وموجود ومتوفر في السوق ومتخزن بقاله سنين بسبب جشع التجار والموزعين والوكلاء كمان بيساعد الناس على غلاء الأسعار. وبفضل الله نزلنا السوق حطمنا الأسعار من ال23 شاريين ب 835 وبايعين ب 840 زيرو فواتير. أيام مكان مفيش تاجر في مصر ببيع فرد الكاوتش كمان، واللي كان بيطلع عربية كان بيعمل فرح عليه عشان باع عربية في الشهر ولا في السنة مرة كمان. في سوق المنصورة للسيارات حركنا سوق العربيات على مستوى جمهورية مصر العربية، وارجع للفيديوهات وارجع لللايفات تلاقينا مدمرين الأسعار ومحركين السوق. أيام ما كان الدولار ب70 والناس واقفين وخايفين يشتروا ومفكرين إن الدولار رايح عند 100 كمان. اشتغلنا في السوق واشتغلنا بالليل وبالنهار أكتر من 20 ساعة في اليوم، شغالين عشان الناس الطيبين وشغالين عشان نخفض الأسعار وعشان ننزل عروض للناس الطيبين. وبدأنا في ال23 ب 840 ووصلت 850 واشتغلنا شهور، وبعدها وصلت 860 ودارت في السوق وبعنا آلاف العربيات.